إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. عندنا كلمة جار لكم ما معناها؟ ومعنى نكص على عقبيه. وإني جار لكم أي ناصر لكم مجير لكم، أقف معكم وأنصركم على أعدائكم. هذا هو معنى جار لكم. الجار هو المناصر المجير المدافع، ولذلك سمي الجار جارا، لأن الجار يجير جاره ويدافع عن جاره وينصر جاره ويحفظ جاره، هكذا ينبغي. قال فلما تراءت الفئتان، لأنه يعني كاذب هذا الشيطان يعني يوسوس للناس، لكنه إذا جاء الجد انسحب وانهزم. قال فلما تراءت الفئتان يعني أصبحت كل فئة ترى الأخرى والتقى الجيشان، نكص على عقبيه، يعني انسحب ورجع أدراجه. نكص يعني رجع، على عقبيه يعني كأنه رجع في اتجاه أعقاب رجليه، لأن العقبين هي مؤخرة القدم، فنكص على عقبيه يعني رجع ريوس، يعني رجع إلى الوراء. هذا هو معنى نكص على عقبيه. فهذا هو شأن الشيطان على كل حال في كل شؤونه، دائما يغري الكفار، يغري المشركين، يغري العصاة، حتى إذا وقعوا في المعصية وفيما سول لهم نكص على عقبيه. ولذلك ذكر الله عن الشيطان قبحه الله أنه بعد أن يقضى بين الناس وبين الخلق يوم القيامة يخطب خطبة قصيرة ذكرها الله لنا في سورة إبراهيم. قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني أنا لن أنفعكم في هذا الموقف، وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهذا الشيطان في هذا الموقف قال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، أي رجع وانسحب وترك هؤلاء الذين أغراهم وأغواهم يلاقون مصيرهم. والله أعلم.